مرحبا بكم أعزائي المتابعين في قناتكم ليلى الصويري. غضبة ملكية على رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران من خلال تجاوزاته وتطاولاته على السياسة الخارجية للمملكة المغربية. قبل ما نبداو في التفاصيل، عافاكم الإخوان، ما تنسوش ديروا لايك للفيديو، دعمونا بلايك الفيديو واشتراك في القناة. وإليكم التفاصيل. إليكم ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الذي تضمن 4 نقاط مهمة بخصوص بلاغ حزب العدالة والتنمية الصادر مؤخرا. بلاغ حسب الديوان الملكي تضمن بعض التجاوزات الغير مسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بين العلاقات المغربية ودولة إسرائيل، وربطهما بآخر تطورات التي عرفتها الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد أكد ديوان الملكي على ما يلي: أولا، أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسات الخارجية لجلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس القدس، الذي وضعها في مرتبة القضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب